السلام عليكم وأهلا بيكم. بيستمر حمادة هلال في تقديم سلسلة أجزاء مسلسل المداح، وكان أعلن بشكل رسمي زي ما كلنا عارفين إنه هيقدم جزء رابع بعنوان أسطورة العودة، وإنه هيكون آخر جزء في المسلسل. وإحنا في فيديو النهاردة هنتكلم في كل تفاصيل المسلسل، وهنتعرف على الأبطال اللي انضمت للمسلسل في الجزء الرابع، وإيه سر اسم أسطورة العودة اللي هيكون عنوان المسلسل. بس قبل ما نبدأ، لو أنت أول مرة تشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا، وما تنساش تدعمنا بلايك. ويلا بينا. رمضان أهلا بيشهد الجزء الرابع من مسلسل المداح انضمام مجموعة كبيرة من الفنانين، وعلى رأسهم الفنان فتحي عبد الوهاب اللي هيقدم شخصية باحث في الإعجاز العلمي بالقرآن، بالإضافة للفنانين دياب ومي سليم وحنان يوسف ورشدي الشامي. وطبعا هيشارك معاهم أبطال العمل الأساسيين الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان وأحمد بدير وحنان سليمان وباقة كبيرة جدا من الفنانين. وطبعا كلنا عارفين إن الفنان ماجد المصري انسحب من المسلسل بسبب انشغاله في أعمال تانية، وبترجع للمسلسل مرة تانية الفنانة سهر الصايغ اللي كانت بطلة الجزء الثاني وقدمت شخصية مليكة، وبشكل رسمي هتشارك معانا في الجزء الرابع. أما بالنسبة لأحداث المسلسل فهي هتدور عن البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وعن عظمة القرآن في محاربة الجن والقضاء عليه، وده اللي هيسعى من خلاله الشيخ صابر المداح بمساعدة الدكتور اللي هيقدم دوره فتحي عبد الوهاب في القضاء على الجن الأكبر بعد ما تمكن من حرق قبيلة هند بنت الأحمر في نهاية الجزء الثالث. والمسلسل هيكون فيه صراعات قوية، وهيكون من أقوى الأجزاء وأكثرهم إثارة، عشان في الجزء ده الشيخ صابر هيقابل ملك الجن وهيحاول يقضي عليه، وهيكون بينهم صراعات مباشرة. أما بالنسبة لاسم أسطورة العودة فده لأن المسلسل هيشهد عودة مليكة مرة تانية بعد ما الشيخ صابر المداح قضى عليها في الجزء الثاني، بس المرة دي بترجع أقوى وبتحاول تنتقم منه، بالإضافة إنه هيكون في عودة لشخصيات تانية ظهرت في الأجزاء اللي قبل كده. فيا ترى الشيخ صابر هتكون نهايته في الجزء الرابع والجن هيقضى عليه، ولا هو اللي هينتقم منهم وهينتصر عليهم في النهاية؟ يا ريت تقول لنا رأيك في كومنت، وتتوقع تكون إيه نهاية المسلسل، ومين اللي هيقدر ينتصر على التاني في الآخر. وكده يكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا رب ما نكونش طولنا عليكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.